السلام عليكم. انت مصري عايز تستريم، او عموما انت عربي وعايز تستريم، بس برضه هنخصص حته مصر عشان الانترنت، واي دوله عربيه تانية عندها النت ضعيف نتكلم في النقطه دي. اولا خلينا نعمل الفيديو ده عباره عن سيكشنز مع بعض. يعني في اليوتيوب تحت هتلاقي هنا ان في تقسيم قدامك بيقول لك ايه الحته اللي انت عايزها بالظبط، وهنبدا نتكلم واحده واحده على ايه الحاجات اللي هنمر بيها. تعال نبدا على طول ونقول اول حاجه هي الانترنت. عشان تبدا تستريم اي لعبه لازم تعرف اللعبه بتسحب كام من النت، والكواليتي بتاعت اللعبه هتفرق قد ايه مع الاستريم. بمعنى صح، لو انا بلعب لعبه اكشن او اف بي اس او حاجات فيها اكشنز كتير بتحصل، مثال فالورانت، ايبكس، اي لعبه من الالعاب اللي بتحتاج موفمنت كتير، فانا لازم على الاقل استريم على 4000 بتريت، ويفضل انك تستريم 6000 بتريت على تويتش. ولكن خليك عارف حاجه مهمه جدا جدا، ان اصلا لعبه زي لعبه فالورانت مثلا بتاخد على الاقل 2 بتريت ابلود، فانت محتاج ان انت تستخدم اقل من 8 ابلود. الموضوع ده هيبقى صعب شويه في مصر، ولكن تقدر تعمل الموضوع ده. اولا لو انت عندك خطين انترنت تقدر توصلهم من الاو بي اس وتقول له ان هو يابلود على الخط ده وتلعب على الخط ده. ولكن خلينا نقول ان انت عندك نت فايبر او عندك كابينه فايبر مخليه الابلود عندك 10، وده هيبقى مثال ممتاز جدا. ساعتها هتقدر تلعب العاب زي فالورانت وحاجات زي كده اون ستريم من غير ما تحس بلاج، وفي نفس الوقت الناس اللي بتتفرج عليك تستمتع بكواليتي كويسه. لو انا بلعب لعبه زي ليج اوف ليجندز او بلعب لعبه الكادر بتاعها ثابت، مش في اكشن كتير، مفيش حركات وفليكات، ساعتها هتلاقي ان انت بس محتاج ممكن تقريبا 3000 بت ريت، واللعبه نفسها مش بتاخد ابلود كتير، فبالتالي هتحس نفسك انك مرتاح في الالعاب دي. طب لو بلعب لعبه ستوري بقى، ولا بعمل حاجات ستوري، ولا بجاست شاتنج، 3000 بت ريت عموما هيبقوا كويسين. وطبعا كل ما بتحسن الكواليتي للمشاهد كل ما بتحسن الجوده، طول ما بتزيد البروفيشناليتي بتاعت الستريم بتاعك. ولكن خلينا نتكلم على امتى نبدا نحسن في الجوده بتاعتنا. الاستريمنج مكلف. الناس بتفتكر ان الاستريمنج سهل جدا ان انا اطلعه، ولكن انت لو جيت تبص على اي كاميرا، ارخص كاميرا هتلاقيها في حدود 5000 جنيه. انك تجهز جهازك للاستريمنج محتاج جهاز كويس جدا للاستريمنج، زائد انك هتلعب عليه، فالموضوع صعب جدا. وانا نفسي شخصيا الاستريم بتاعي فيه ديتيلز. لو انت تعرف الاستريم بتاعي على تويتش، بستريم كل يوم من الظهر لحد ما بعد العصر. الاستريم فيه ديتيلز قويه جدا جدا جدا، مخليه الجهاز تقيل، فعشان كده انا عامل 2 بي سي سيت اب. يعني في بي سي بلعب عليه وبي سي تاني استخدمه للستريمنج وللريكوردنج وكل الكلام ده كله. انا شايف في الاول صراحه ان مفيش مشكله ان الجوده تبقى قليله لو الكونتنت حلوه. طالما الكونتنت حلوه وانا مش مأذي في صوت ولا مأذي في فيجوالز، يعني بمعنى اصح جوده الصوت مهمه جدا 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 بالنسبه لي اكتر من اي جوده فيديو. بصراحه هنكون صريحين مع بعض، انا ممكن اطيق ان انا اتفرج على ستريم بكواليتي 160، ولكن الصوت في وداني يبقى كويس، مش سامع صوت مروحه ولا صوت خربشه ولا صوت اكنه طالع من ووكمان. طبيعي جدا ان الصوت بيفرق، لان الاستريمنج عباره عن 50% صوت 50% فيديو، فلازم تاخد بالك من 50% الاولى. فلو هنعلي البروفيشناليتي بتاعت الاستريم، ولا هنعلي جوده، ولا هنجيب كاميرا والكلام ده كله، ما ينفعش تبقى مره واحده. ما ينفعش اروح اشتري جهاز تقيل واروح اشتري كاميرا عظيمه والكلام ده كله وانا لسه ما عنديش تاكيد ان الحاجه ديت هتدفع من الاستريم، او هيجي لي عائد مادي من الاستريم يعوض كل المصاريف اللي انا صرفتها ديت. فبالتالي ابدا سلو، ابدا على مهلك، اتاكد ان الكونتنت بتاعتك جميله وهتلاقي ناس ليها، وبعد كده ابدا اصرف من الاستريم على الجهاز. من الحركات اللي بشوفها صراحه غبيه جدا جدا جدا، وما بشوفهاش في مصر طبعا، بس بشوفها في اماكن عربيه، واحد بيبدا ستريمنج بيجيب سيت اب عظيم وبيظبط الاوضه وكاميرا وتو انجلز كاميرا ومش عارف ايه واضاءه وكنبه والكلام ده كله، وفي الاخر بتلاقي بيتفرج عليه 7 فيو. الاستريمنج بالذات انت والكوميونتي بتبنوا بعض، مش انت بتبني وتجيب كوميونتي. يعني مهما كانت الكونتنت بتاعتك عظيمه، انا لازم اشوفك من يوم ما ابتديت، لازم اشوفك بكاميرا الموبايل اللي بتشغل عليها ابلكيشن وتستخدم موبايلك على انه ويب كام. لازم يعني احس بتجربه ان انا عشت معاك. لازم تبيلد اب كوميونتي. حاجه زي كده لازم 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 تبدا من وانت صغير. يعني انا اعرف كوميونتي بتعشق انها تشوف الاستريمر بتاعها بيوصل للبارتنر في تويتش مثلا، وبعد ما يوصل لتويتش خلاص انا حسيت ان انا اتشيف ده حياتي، اللي هو وصل، انا كده كويس. فبالتالي ما تبداش انك واصل، لازم تبدا واحده واحده مع الكوميونتي بتاعتك، ما تشتريش كتير، ابدا بس بالكونتنت واحده واحده وهتبيلد اب معاك. كده اتكلمنا عن النت واتكلمنا ازاي تبدا تابجريد وشيلنا الحته التكنيكاليتي. تعال بقى نتكلم على الكونتنت نفسها. اولا الاستريمنج ملوش لازمه. الاستريمنج بجد ملوش اي ستين لازمه صراحه، مش هكدب عليك. الاستريمنج من غير ما انك تشير الكونتنت في كل حته تانية
ملوش اي لازمه. مفيش حد هيجي يخش على تويتش فجاه هيلاقيك هتفضل طول عمرك في خانه الواحد ولا 2 فيو لو ما شيرتش الكونتنت بتاعتك على اليوتيوب، انستجرام، ريلز، يوتيوب، فيسبوك، جروبز. لازم تشير الكونتنت بتاعتك في كل حته، مش في اي حته، في كل حته. لازم تعرف ازاي تعرف الناس ان انت اصلا موجود، تلعب وبتعمل كونتنت وبتتكلم مع نفسك عادي جدا لحد اما تيجي لقطه حلوه جدا وتبدا تشيرها للناس فيحسوا ان ده اللي انت لو جيت الاستريم هتشوف. ولكن ما تحاولش تشير اي حاجه في الاول، لازم تشير الحاجات الحلوه، لازم تلعب لحد ما تلاقي لقطه حلوه مع صحابك مع الشباب، انت مستمتع بوقتك، في نفس الوقت لقيت لقطه حلوه هتفايرل على السوشيال ميديا، هتجيب لك فيوز كتيره جدا على تويتش، وهتبدا من ساعتها تحط رجلك على بدايه البدايه، يعني بدانا الخط. انما لو انت مثلا كل يوم بتستريم كونتنت بتخلص في الاستريم، مش هيشوفها غير الخمسه سته اللي هيحضروا الاستريم فقط، مش هتروح لابعد من كده، لان تويتش مش بيشير الاستريم بتاعك يظهر للناس اكتر، هو طالما الناس عارفه ان في ستريمر هنا هيروحوا له، انما غير كده مش هيوصل لغيره. طيب هيجي واحد يقول لي يا ويب، طب هو انا ليه اصلا استريم لما ممكن اعمل ريلز؟ حاجه حلوه جدا. الستريم بالذات عباره عن ان وسيله تقرب من الكوميونتي بتاعتك، يعني انت مش هتلاقي كوميونتي ثابته غير لما تخش في اللونج تايم كونتنت، لا مؤاخذه، غير لما تخش في اللونج تايم كونتنت. يعني لو انت عملت ريلز هيجي لك ناس هتشوف الفيديو وهتمشي واحتمال ما تشوفهمش تاني، انما لو انت عملت لهم بوش على سوشيال ميديا تانية، اذا كانت يوتيوب ولا اذا كانت تويتش، ساعتها هيلاقوا مكان ان هم يقعدوا معاك فيه ويتكلموا معاك فيه، ودي مهمه فوق مما تتخيل. حاجه تانية، الاستريمنج وسيله كويسه جدا لانك بيلد كوميونتي بشكل يعني محترم. اليوتيوب عايز اقول لك مثلا عباره عن ايه، بترد على كومنت فروم تايم تو تايم، فالفيور بيستنى فروم تايم تو تايم انه يشوف اللي انت عملته. يعني مثلا انا مستني كومنتاتك دلوقتي عشان اشوف هل عجبك الستايل دوت من الفيديوهات ولا لا، وبعد كده نتكلم فيها، فانت ترد عليا فرد عليك في الفيديو الجاي. التكست تايم. انما في الاستريمنج الموضوع دايركت، انت عارف الشخص، عارفه باسمه، وبتفضل مستنيه اكنك قاعد بتلعب وفي 5 6 وراك في الصاله بيشجعوك وانت عارف اساميهم بالظبط لان هم في الصاله بتاعتك. ده الاستريمنج غير اليوتيوب، ممكن يبقى فيه مشاهدات كتيره جدا على اليوتيوب بس انت مش عارف كل فرد في الكوميونتي، انما تويتش او الاستريمنج بالذات بيفرق جدا في النقطه ديت، فعشان كده لازم تاخد بالك من الاستريمنج وهو مهم جدا. انت ما تعرفش، انا من فتره طلعت الهوست بتاع فالورانت 5 سنين. ازاي حد بيستريم عرف ان هو يبقى هوست في حاجه كبيره زي فالورانت؟ تعال نتكلم عن النقطه دي. معلش الموضوع يطول شرحه فعشان كده خد مني كذا يوم، فبالتالي ارجوك يعني لو عملت لايك او سبت لنا كومنت يعني زود التفاعل تبقى حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، وبالمره برضه ما تنساش تعمل سبسكرايب. خلينا نتكلم ازاي تقدر انك تعمل فلوس من هذا المجال، وهل تقدر تعمل فلوس من هذا المجال ولا لا، وعن طريق ايه. اولا ما تخش المجال لو انت جاي تعمل فلوس، ده اول نقطه. تاني نقطه، المجال يعتبر فور فن، زائد ان انت رساله لازم توصلها للناس، فلازم تتقي ربنا في الرساله اللي انت بتوصلها، ما تبقاش الرساله بتاعتك عباره عن شتايم ولا اغاني ولا حاجات يعني تغضب ربنا ككونتنت الناس تشوفها. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. قبل ما نتكلم في انك ازاي تجيب فلوس، لازم تعرف ان الفلوس اللي انت هتجيبها يعني هتتسأل عليها. هل هي عبارة عن يعني حظوظ انك تبقى محظوظ فالناس هتاخدك والكلام ده كله؟ الدنيا حظوظ يعني زي ما قال هشام عفيفي. الموضوع فعلا من اول لاخره هو فعلا حظ. هل انت شخصيه متقبله ولا لا؟ ديت ممكن تكون محتاجه سنه مجهود منك، ودوت هيخلي الناس بعد كده تقدر انها يطلبوك مثلا لو في كاستنج او في حاجه زي كده. لازم تكون يعني انت اصلا مستعد لانك تبقى تالنت يقدروا يشتغلوا عليها وينموها تستخدم بعد كده بشكل بروفيشنال. من اوائل البطولات زمان في 2021 كان اسمها امازون للجامعات، كانوا عاملين زي كل الناس اللي بيخشوا جامعه يقدروا ان هم يشاركوا البطوله ديت. هي ما كانتش بتاعت امازون، هي كانت سبونسر من امازون، بس يعني ده طبعا زمان قبل المقاطعه. فدلوقتي الموضوع كان عباره عن ايه؟ كان ان انت بتكاست على طلاب جامعات، فالموضوع مش لعيبه قوي، وفي نفس الوقت مفيش سبوت لايت كبير قوي، فمفيش تقل عليك انت ككونتنت كريتور. فالموضوع بالنسبه لي كان سهل قوي ان انا اتعلم ازاي اكاست، وطبعا كان في فيديوهات كتير قوي اتفرجت عليها ساعدتني ان انا افهم الكاستنج عباره عن ايه. عرفت ساعتها ان في البلاي باي بلاي كاستر وفي الكالر كاستر. طبعا الكالر كاستر كان سهل جدا بالنسبه لي لان كنت فاهم اللعبه، سهل ان انا احللها، فخلى الموضوع ان انا اعرف ستيب اب فيه. اما بالنسبه انك ازاي تعمل فلوس بس ككونتنت كرييشن مش بس كتالنت، الموضوع صراحة مرة تانية هو حظ. الموضوع صراحة مش سهل زي ما انت متخيل، بس ليه ترتيبات. اولا انت لازم تكون ممتاز ككونتنت كريتور، لازم تكون ممتاز مع نفسك، مثبت لك ميعاد زي ما يكون مثلا اكنك عندك شغل من 9 ل 9، فانت مثبت ميعاد للكونتنت اللي هتنزلها بعد الاستريم ما يخلص، مثبت ستايل من الالعاب، او مثلا لو انت بتلعب ستوري مثلا يوم الخميس، هو كل يوم خميس هنلعب ستوري كاستمز. الخميس اللي انا عامله مثلا اللي بنلعب فيه مع بعض كاستمز، الحاجات ديت لازم تثبتها مع الكوميونتي بتاعتك عشان الكوميونتي تبقى عارفه هي جايه ليه، جايه على ايه. بالتالي لو
زادت مشاهداتك بتبدا الشركات تشوفك او تبدا الشركات تاخد بالها منك. ما بقاش الموضوع زي بس الفيوز عندك عاليه، يعني ممكن تلاقي واحد عنده الفيوز عاليه قوي بس هو مشهور بالسب ومشهور مثلا بالالفاظ، فساعتها الشركه عارفه انه مش مصلحه انه يجي شخص زي كده يمثل الشركه او يشتغل مع الشركه. ممكن تلاقي حد مثلا تاني شخصيته لبقه وواجهه جميله وستايله حلو والكلام ده كله، فيفضل عنده مثلا 20 30 فيو كمان وما يكونش مشهور قوي الكوميونتي بتاعته، ولكن يليق ان هو يبقى هوست او يليق ان هو يبقى تالنت اناليست ديسك ولا الكلام ده كله، وات ايفر اللعبه اللي انت بتحاول انك تعلى فيها. دايما تشوز اللعبه اللي انت هتشتغل فيها، لان فالورانت مثلا من رايت جيمز دايما بتدور على تالنتس، دايما بتحاول تريكروت، دايما بتعمل تورنمنتات والكلام ده كله. تعال مثلا نشوف انت حبيت انك تلعب ايبكس ليجندز. ايبكس ليجندز تقريبا ملهاش تورنمنتات اصلا، هي لعبه فن جدا ولكن ملهاش اي ستيب اب كارير في الوطن العربي اتليست. دايما حط دايما المقارنه ديت، اللي هو هل اصلا اللعبه اللي انا بلعبها ديت هتدخلني حاجه، هتوديني حاجه؟ طب اصلا انا محتاج العب لعبه معينه ولا ممكن اقضيها جاست شاتنج واعمل كوميونتي عن طريق الكلام؟ وكمان حته ان انت مش بس هيجي لك فلوس من الشركات، اكيد طبعا هتيجي فتره من الفترات هتلاقي ان انت الناس حابه انها تسبورت الستريم بتاعك. كنت مثلا انت عايز تجيب كاميرا جديده ولا حاجه، عايز تظبط الجهاز، ابجريد الهاردوير بتاعك، وفي ناس متابعاك لدرجه ان هم شايفين انت فعلا تستاهل انك ابجريد لانك انت بتدينا كونتنت حلوه، فبالتالي احنا عايزين نساعدك. ده طبعا اجين حظوظ، الدنيا حظوظ طبيعي الدنيا حظوظ. فشكرا هشام عفيف على المعلومه الجميله دي. ما تبصش في فلوس غيرك، ما تبصش وتستنى من الشخص اكنك بتبتزه، اللي هو هات مثلا وهات. الموضوع دوت هيخلي الشخص اللي بيتفرج عليك يحس اكنك يا برو انت شايفني محفظه قاعد بتفرج ولا ايه الدنيا؟ فما تعملش كده خالص. اكشلي يحب الناس دي يعني اشتغلوا وتعبوا وجالهم فلوس، وقرر ان الشخص اللي يستحق ان هو ياخد الفلوس ديت انت. فابريشيت الموضوع ده بشكل مش طبيعي من جواك، مش بس توريني انك بتابريشيت. عرفوا ان حاجه زي كده كبيره جدا جدا جدا، وهي فعلا حتى لو كانت رقم قليل، فكره ان هو قرر ان هو يعمل لك سبورت دي بالنسبه لك المفروض تكون حاجه كبيره، وبالنسبه لي حاجه كبيره. ومش بقولها مثلا للفيديو ولا بقولها عشان مثلا تطبيل وكده، بس فعلا اي ريلي ابريشيت الناس اللي سبورتوني من زمان. مش معنى انك عرفت انك تجيب فيوز كتير معناها ان هيجي لك فلوس كتير. تويتش ومعظم المنصات التانية مش بتحاسبك على الفيوز او عدد الناس اللي بتتفرج عليك في الوقت الحالي والكلام ده كله. بس ريكاب بسيط، عشان تعمل فلوس ركز على الجيم اللي هتلعبها، عشان تعمل فلوس ركز على تالنت تانية تشتغل عليها. حتى نعرف كذا حد كان بيحاول ان هو يوصل انه يبقى كاستر، فكان بيعمل تورنمنتس في الستريم بتاعه بحيث الناس تيجي تتفرج وهو يكاست على المشاهدين بتوعه هما بيلعبوا. منها شال حاجز الخوف ان هو يكاست، ومنها عرف ازاي يكاست وبدا يتفرج مثلا على مورجان ويتفرج على الناس التانية اللي بتكاست بحيث انه يفهم منهم ازاي يكاست وازاي يتحسن ويوصل لمستوى مقبول للشركات في هذا المجال. بس صراحة من الاول للاخر اي حاجة هتحط فيها وقت يعني هتوصل، اي حاجة هتحط فيها ضميرك هتوصل. فبالتالي خد بالك الستريمينج مش هو كل حاجة، الكونتنت كريشن مش هو كل حاجة، في حاجات احسن بكتير تقدر تعملها لو انت بتدور على مجال الفلوس. ولكن لو انت اوريدي في المجال ده وعايز تستيب اب، في الحاجات ديت اللي تقدر تعملها. اخر نقطة هتكلم عليها وهي ازاي تخلي الشات بتاعك انجيجد معاك. دايما 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 لازم تبقى بتقرأ كومنتات، لازم بتكومينيكيت مع الشات، لازم تحط لهم حاجات انترتينمنت يقدروا يعملوها هم لو انت مش مركز، اذا كانت حاجة بتظهر على الشاشة ولا اذا كان مثلا البوت اللي موجود في الشات. وكل الكلام دي حاجات تكنيكاليتيز هنتكلم فيها لو عايزين. لو انت عايز تعرف مثلا ايه الحاجات اللي تقدر تعملها، تريكس مثلا من اللي انت شايفينها عندي على الستريم عجباكوا، عايز نوريك ازاي تطبقها بمنتهى السهولة. طبعا سهل جدا. مثلا من التريكس اللي موجودة انا عندي لما حد يعمل دونيشن رقم معين، يعني مثلا $2.2 سنت او $1.20 سنت مثلا، يقدر ان هو يوقع لي السلاح. او لو بعد $50 دي بتقفل الستريم اصلا، $100 بتقفل الجهاز كله حرفيا. في كذا حاجه تلاعب يقدر الشخص اللي بيدونيت يقدر يستخدمها. او لو بعيد عن الدونيشن خالص، ممكن تخلي مثلا، دي حاجه انا ضايفها عندي على الستريم، تخلي الناس يشتروا الفي اي بي. يعني انت بالشانل بوينتس بس، مش فلوس حقيقيه، يقدر ان هو يجي له التاج بتاع الفي اي بي عندك في الستريم لمده يوم. ففي حاجات كتيره تقدر تعملها. لو عايز نعرفك ازاي الحاجات دي بتتعمل برضو بقى اسالني في الكومنتات تحت. شكرا لكل اللي اتفرج على هذا الفيديو اللذيذ، اتمنى يكون فاتكم. ولو ما فادكش بليز قول لي ايه الحاجات اللي عايز نتكلم عنها المره الجايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. كان معاكم اكس ويب ماستر، سلام. يا اخي لو دوست لايك يعني هيقول لك بص اللي داس لايك، بص يا نهار ابيض ده بوظ اللايك جاليري بتاعته، اللايك جاليري باظت، اللايك جاليري. وفي الاخر لا ما يكونش له حظ في الحياه. طيب هل ده بيدل على ان الحياه ظالمه؟ الحياه ظالمه